فيديو النهارده من اعظم الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها النهارده في حياتك. لو عايز تنجح في شغلك وتنجح في حياتك الفيديو ده ليك، والله العظيم الفيديو ده ليك. ليه بقى؟ عن تجربه. والفيديو ده النهارده انا مش طالع انا اللي اتكلم، ده من القرآن الكريم. خطوتين لو عملتهم في حياتك، ايتين عظام لو عملتهم في حياتك هتنجح بفضل الله في شغلك وفي حياتك. بس قبل ما اقول لك على الخطوتين دول عايز منك طلب، ده اقل حاجه يعني، تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسمع واشتغل على اللي اقول لك عليه، ده غرض قناتي. اول خطوه النهارده من القرآن الكريم، الايه العظيمه بتقول ايه بقى؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أي حاجة بتتمناها في حياتك عمرك ما هتعملها أو توصل لها إلا لما تسعى ليها. أنا النهاردة عايز أشتغل في الشركة الفلانية، أطور من نفسي، أسعى وأطور في نفسي وأمسك ورقي كده وأسعى وأروح الشركة دي وأعمل اللي عليا. النهاردة أنا عايز أبقى مليونير، اسعى واشتغل واجتهد هتوصل تبقى مليونير. عايز النهاردة مثلا أنجح في المشروع ده، اسعى وطور من نفسك وهتنجح فيه. أنت عليك السعي وربنا عليه النتيجة. طول ما انت بتتوكل على الله ربنا هيكرمك. انت عليك السعي وربنا عليه النتيجة. دي اول خطوة. تاني خطوة دي مهمة جدا والله العظيم، يعني انت نفسك هترتاح فيها جدا. الآية بتقول ايه بقى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت النهاردة بتتقي الله في شغلك، في بيتك، مع جيرانك، مع اي حد. طول ما انت بتتقي الله ربنا هيرزقك، وايه؟ وهيرزقك من حيث لا تحتسب. انت قدامك الدنيا خلاص مقفله. شوف انت الدنيا مقفله قدامك، انت ما كنتش تتخيل ان الباب اللي قدامك ده يتفتح لك، بس ربنا عز وجل فتحه لك عشان انت كنت بتتقي الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت كعقل بشري ما كنتش متخيل ان الباب ده ممكن يتفتح لك، وربنا فتحه لك عشان اتقيت الله. من الاخر طبق الخطوتين دول بفضل الله هتنجح في شغلك وفي حياتك. اسعى واتقي الله. اشترك في قناتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بفضل الله. كل غرضنا ان احنا نقول لك على كلام تطبقه، تشتغل بيه، تنجح في حياتك. انا اخوكم عبد الله بكر، ودي قناتي، وبتمنى دايما ان انتوا يكون وقتكم ما بيروحش على الفاضي، لان وقتكم اغلى شيء في حياتكم. شكرا على وقتكم الذي لا يقدر بثمن. سلام الله عليكم.